انت تعرف ان انت لو عليك قضية واخدت فيها حكم وبعدها اخدت براءة او اخدت انقضاء الدعوة بالتصالح اللي هو الشاكي اتصالح لك، انت تعرف ان انت كده لو معدي على كمين ممكن تتحبس. تعرف ان لو ابنك مقدم على حربية هيظهر المعلومة دي على الجهاز. انت تعرف ان انت وبتعمل الفيش الجنائي ده هيظهر لك كمعلومة عليك. عشان ما يحصلش معاك كده تعال اقول لك تحلها ازاي. اولا انت لو عليك قضية وعايز تتحرك وما تقلقش من كمين يقابلك في السكة يوقفك، لازم تجيب ما يفيد انتهاء هذه القضية، واللي هو ايه؟ اللي هو شهادة من واقع الجدول تفيد براءتك او التصالح او ان الجلسة دي تم تأجيلها الجلسة القادمة، فضابط الكمين يقدر يعديك بناء عن الشهادة اللي انت جبتها. تاني حاجة، لو رايح انت تعمل الفيش الجنائي فلازم يكون معاك برضو ما يفيد ان القضية دي تم انتهائها سواء بالتصالح او بالتأجيل او بالبراءة. ثالثا، لو ابنك او ابنك مقدم على كلية حربية او كلية الشرطة فالمعلومة دي هتظهر، وعشان ما تظهرش لازم نرفع قضية في مجلس الدولة اسمها محو وشطب بيانات. القضية دي بعد ما يتم الحكم فيها بيتم محو وشطب البيانات اللي موجودة على حضرتك. أنا سعد الفول المحامي، ودي كانت معلومة قانونية ببساطة.